Nothing compares to Egypt. هنا عمل مكان جميل جدا جدا من اجمل المحاريب في العالم الاسلامي. ده اسمه المحراب. المحراب ده دايما بيبقى موجود في المساجد. جميل. متعودين ان هو في المساجد، احنا متعودين ان المحراب موجود في المسجد مش عشان الاذان بس. المحراب او الفراغ ده بيتعمل عشان ايه؟ يعرف الناس اتجاه القبله. تمام؟ الى جانب كده ما كانش فيه طبعا زمان حاجه اسمها مكبرات الصوت، فبيستغل التجويف ده او المكان دوت ان لما بيتكلم الصوت بيتردد. تمام؟ الامام بيقف هنا طبعا عشان الصوت يبقى عالي شويه او يوضح لغيره. طب ليه عمل يعني الكلام ده موجود في المساجد؟ طب ليه في القبه الضريحيه بيحطوها؟ لان هو في القبه الضريحيه برضه المسلم بيرتبط بحته القبله في الدفن حتى. فدايما لما يوضح ان في هنا حاجه اسمها المحراب. لكن هنا ما عملش اي محراب، ده عمل محراب غايه في الجمال. المحاريب اللي هنا في مدرسه ألوون وفي قبه ألوون من اجمل المحاريب في العالم الاسلامي. هنجد المحاريب جميله جدا معموله بالشكل الرخامي وشكل مميز جدا اللي هو الشكل اسمه المحاري، ده شكل اسمه شكل محاري. عارفين المحاره بتاعت البحر الصدف؟ دي بتشبهها نص صدفه كده او نص محاره يعني. وعملها على اعمده رخاميه جميله جدا. وطعم حاجات بالصدف وفي حاجات طبعا جميله جدا هنا من الرخام. هو دي قطعه كل قطعه من دي بالظبط، كل قطعه من دي قطعه، دي قطعه يعني مش جزء على بعضه. يعني تخيلوا مثلا حاجه زي دي ممكن تاخد وقت قد ايه عشان نعملها دلوقتي. دي اخذت وقت قد محتاجه كام صانع عشان يعملها دلوقتي. في العصر ده كان اغلب المحاريب كانت بتاخد الاشكال مثلا دي. لكن طبعا زي ما قلنا هو بيتميز بانه في تحفه معماريه هنا. بس دي اخذت وقت قد ايه؟ احنا قلنا المجموعه كلها خدت سنه وشهرين. في بعض المؤرخين زي ما قلنا اختلفوا قالوا 7 سنين، وعلشان كده قالوا ان الزخارف خدت 7 سنين. يعني المنشاه خدت سنه وشهرين والزخارف خدت 7 سنين. وصلت الفكره؟ وزي ما قلنا ان كان في هنا حاجه اسمها الشبابيك او النوافذ اللي عملها دي في الجدران عشان بيقعد عليها المقرئين طوال 24 ساعه. بيبقوا قاعدين عليه عشان صوتهم يبان للي بره ولا هو مكان عادي كده؟ احنا زي ما قلنا هو الفكره اصلا في البدايه هي توفرت ازاي، المكان ده توفر ازاي؟ ان هو عمل الفكره ان انا عايز امشي على طريق احافظ على الطريق.
يعني كان في مبدا ان انا بحافظ على المكان بتاع الناس الاولا وبعد كده اعمل المنشاه بتاعتي. ايوه. فلما حافظ على الطريق حصل ان في انحناء في المكان، نتج عنه ايه لما بناه؟ في جدران كبيره جدا ضخمه جدا، ما ينفعش يخليها جدران صماء خالص كده شكلها حتى مش لذيذ بالنسبه له كعماره. فعمل ايه؟ عمل النوافذ دي، منها مكان لاضاءه المكان نفسه القبه، وفي نفس الوقت استغلها ان المشايخ بيقعدوا عليها هنا يقراوا قران. عشان النور يعني ولا عشان يبقى صوتهم باين للي بره؟ يعني اشمعنى المكان ده؟ ما هو استغل الجلوس فيه، هو مكان موجود فراغ، مش هيقعد في وسط القبه ويقرا المكان في ضريح، او في مكان هنا كان مصلى في الاول زي ما قلنا في بدايه خالص كان مصلى، أيوة كان مصلى. بعد كده بقى ضريح، مش هقعد في وسط المكان عند الضريح وابتدي اقرا قران، انا موجود هنا على النوافذ كلها اماكن مستغله. والى جانب ده كمان فعلا نفس الفكره اللي انت قلت عليها ان انا موجود بالنسبه للشارع، فصوتي واصل بيربط بين المكانين يعني. هو كل دي قطع رخاميه؟ كل اللي احنا شايفين الزخارف دي القبه كلها لحد المستوى اللي احنا شايفينه اللي هو الاطار الخشبي ده اللي عليه كتابات، كل ده زي رخام. يعني هو معمول كله من قطع رخاميه؟ قطعه رخاميه اسمها في حاجه اسمها الفسيفساء الرخاميه، يعني عارفين يعني ايه فسيفساء؟ ايوه. بجمع القطع الصغيره من كل حاجه سواء رخاميه او زجاجيه او صدف او غيره، بجمع القطع الصغيره واعملها اشكال، دي اسمها فسيفساء. بركب شكل من حاجات بسيطه جدا مالهاش قيمه او ضاع يعني خلاص مش مهتم بيها، انا بعملها قطع واستغلها واصنع منها الكتابات التحفه اللي احنا شايفينها احنا على القبه دي كلها. سؤال بس، في كلمه هناك مكتوبه بالاحمر، هي الكلمه الوحيده المكتوبه بالاحمر. ما ده احنا قلنا في حاجه اسمها ترميم بقى، الجزء ده مثلا خلاص اتشال، فانا ببين ان انا عملت ترميم. لما اجي ارمم المكان ما ينفعش اقوم مجدده كله بالكامل، لازم اسيب جزء اعرف الناس ان انا مثلا في عهد فلان تم الترميم ده، القديم كان شكله كده. فاهم الفكره ايه؟ قبل الترميم يعني قبل ما انا اجدد واطور المكان كان للاسف كان مهمل مثلا، فانا جيت طورته وسبتك تعرف المكان كان شكله ايه قبل الترميم. فبيميز الاثار ده من كده، اي مكان فيه ترميم ما ينفعش اجدده بالكامل، لازم اخلي بقايا بسيطه. هو مش بوظ شكله، هو بيأرخ حاجه عشان ما يبقاش حتى مزور في التاريخ كمان. ممكن يأرخ بس يخليها بنفس اللي هو ميه الذهب. هي وجهات نظر في حته العماره ان انا بحاول دايما ابين قبل وبعد، بدليل هو برضه في حاجه عشان يعني مش عايزين نكون ظالمين اللي نرمم، هو ما سابش المكان كله منتهي يعني، هو ساب كلمه واحده صغيره بيقول ان انا كان في هنا ترميم في عصر فلان، يعني بيعرف الناس ان كان في ترميم في عهد فلان، وكتب النص التاسيسي وهنلاقي بعد كده اسمه هنا موجود عباس حلمي الثاني، لو تعرفوا تقروها يمكن المحفوظ بالسبع المثاني عباس حلمي الثاني. حد عارف يقراها؟ طب تعرف تقرا اللي قبلها؟ من اول المكان كده؟ من اول جددت دي حد يعرف يقراها؟ جدد الملك لا انتوا بتضحكوا علينا بقى. طب خلاص هنسيب التجديد، هو جدد هذه المقصوره لجنه حفظ الاثار، جددت هذه المقصوره لجنه حفظ الاثار العربيه في عهد خديوي مصر عباس المحفوظ بالسبع المثاني. تمام؟ طبعا مش وقت ان احنا نقرا كل الزخارف، لكن بنوريكم بس يعني شكل وجمال الزخارف الكتابيه هنا عامله ازاي. يعني هي كانت بني يمكن هي خطوط معقده شويه، هي يمكن خطوط معقده شويه بس هي لذيذه في شكلها وزخرفها جميله جدا. طب هي كانت بني قبل ما تبقى بالالوان دي؟ كانت بني مش من عهد الانشاء، هي برضه زي ما قلنا هي الاجزاء اللي اتدمرت كان شكلها كده، فانا جددتها تاني او رممتها تاني. قبل ما انا ارممها كان شكلها كده، كانت مهمله بالشكل ده او مش باينه بالشكل ده. يعني تخيل لو كانت كلها بالشكل ده كده اعتقد كان شكلها مش هيكون لذيذ خالص. لكن لما اتجددت بالشكل المذهب ده بقت تحفه طبعا. في العصور بيغيروا الوانها يعني؟ في العصور مش في العصور، في الترميمات عموما بعملها بالنفس، بحاول ان انا دايما اجيب النسق بتاعها من اول ما اتاسست، يعني المنشاه دي كان شكلها ايه اول ما اتعملت؟ كان شكلها كذا، بحاول على قدر الممكن اقرب لنفس الشكل واعمله عشان تفضل محافظه على رونقها وجمالها. وزي ما قلنا في البدايه الناس بتحب المكان القديم الاثري، ما تحبش المكان يكون متجدد كامل. قبل ما ننتقل بقى من القبه ونروح المدرسه، في احد عنده اي سؤال نرد عليه؟ الحته اللي فوق دي من ماده ايه؟ دي حاجات مذهبه زي ما قلنا، كان بيستخدم زي ماء الذهب، طلاق كده اسمه ماء الذهب بيطلي بيه الزخارف بتاعته. والسقف هنا على فكره في كذا نوع، يعني هنلاقي حاجه اسمها القصع والحقاق، دي اسمها قصع وحقاق. شايفين المكان هنا شكله عامل ازاي؟ عباره عن مكان غائر كده داخل جوه السقف، شايفين شكلها؟ دي اسمها قصع او حقاق. طب ده شكل تاني مختلف، دي اسمها التماسيح، الشكل اللي هو الطولي ده عباره عن خشبتين طوال كده في وسطهم مكان فاضي اسمها التماسيح. الزخارف طبعا زي ما احنا شايفين روعه برضه. في اجزاء طبعا اترممت وفي اجزاء ما اترممتش عشان برضه اعرف الناس ان في ترميم هنا وفي مكان الاصلي بتاعه كان شكله كذا. هما كانوا بينوروا ازاي؟ الاضاءه. طب زمان طبعا ما كانش حاجه اسمها كهرباء. طب بينور المكان ازاي؟ لا برضه مش بالشموع، هنتكلم بالنهار طبعا الشمس. طب بيوصل الشمس دي ازاي؟ في حاجه اسمها اللي احنا شايفينها دي الشبابيك اللي هي الملونه دي بنسميها قمريه. بيعمل بيها ايه دي؟ حاطط شبابيك ملونه بتدخل اضاءه طبعا بشكل ملون بشكل جميل جدا جدا. يعني بيستغلها بشكل زخرفي وفي نفس الوقت اضاءه للمكان. وفي الشبابيك اللي احنا شايفينها. في اماكن ثانيه ما فيهاش الكلام ده، في حاجه اسمها الشخشيخه. سقف بيبقى جزء مرتفع من السقف وفي قلبه شبابيك عاديه جدا. دي اسمها الشخشيخه. طب بالليل بيعمل ايه؟ زي ما قلنا ما فيش حاجه اسمها كهرباء. كان في حاجه اسمها التنور مثلا او المشكاه. هنا ما فيش مشكوات. المشكوات هنشوفها في اماكن ثانيه اللي هي مشكاه عباره عن زجاجه صغيره في قلبها برضه حاجه بتضيء بيها. هنا في حاجه اسمها التنور. طب التنور ده كان بينور ازاي؟ بيبقى في قلب التنور النحاس ده
اجزاء تانية مصنوعه من الزجاج مثلا، وفي قلبها حاجه اسمها الفتيل المغموس بالزيت. فتيل بيتحط في قلب الزيت ويشتعل منه، فده بينور المكان بالليل. حاجه يعني الى حد ما تشبه الشمعه. زمان كان في حاجه اسمها اللمبه الجاز، انتوا طبعا ما تعرفوهاش انتوا خالص. لا شفناها. شفتوها في الافلام؟ الفكره حاجه زي كده، بيغمس الفتيل ده في الزيت ويبتدي يضيء بالمكان. طب هو مفيش زجاجين اللي كانت بتضيء كل ده؟ ما احنا قلنا كان في حاجه اسمها اللي هي التنور زي ما قلنا الكبير، وبعد كده حاجه اسمها المشكاه، اجزاء صغيره يعني حاجه زجاجيه صغيره جدا بتعلق في الداير ده كله بسلاسل ضخمه. بس هي الاساس الكبير يعني حاجه زخرفيه، حاجه كبيره جدا في النص وحواليها اضاءات صغيره. بس الاساس التنور. لكن التنور طبعا هو الاضخم. بس هم شالوا الحاجات الصغيره. من الاماكن دي بتتنقل وتتحفظ عندنا في المتاحف الاسلاميه. طب خلاص احنا خلصنا كده اول عنصر في مجموعه الالوان اللي هي القبه الضريحيه اللي شفناها مع بعض، وشفنا زخارفها وجمالها. هنتحرك بعد كده لعنصر تاني مهم جدا، عنصر المدرسه. ندخل مع بعضنا ونشوف شكلها ايه ومواصفاتها. المجموعه اللي احنا فيها دي بتتميز بالممر اللي احنا ماشيين فيه. في اغلب الاعمار الاسلاميه الممر دايما بيكون فيه منكسر، فيه انحناءات، بيحاولش انه يدخل مباشره. لكن هنا عمل حاجه جديده شويه، عمل ايه؟ خلى الممر معتدل تماما وعمل العناصر على الجانبين منه مش في الوجه. دي ترميم دي بقى اللي احنا قلنا عليها ادوات اضاءه قديمه اللي هي المشاعل. حاليا لحد وقتنا الحالي بنستخدمها في بعض الاحيان لما يكون في زيارات، بنستخدمها كشكل يعرفك النسق القديم كان شكله ايه. دخلنا المكان تاني، هو عنصر تاني في المكان هنا اللي هي مدرسه المنصور الاول. قبل ما ندخل المدرسه، ايه المكان اللي احنا موجودين فيه ده هنا؟ المكان ده بنسميه في العماره الاسلاميه اسمه الدركاه. الدركاه اللي هي زي المداخل عندنا في يعني المدخل بتاع البيت. قبل ما ندخل على طول على البيت ما بدخلش مثلا مش بدخل على ريسبشن على طول. في جزء بدخل منه المكان، بدخل منه الاول، هو ده المدخل بتاع المنشاه، اسمها الدركاه. عباره عن مساحه صغيره بتتقدم المنشاه بتاعتها. انا عندي سؤال. اتفضلي. احنا من اول ما دخلنا قلنا كل الشبابيك كبيره. جميل. هو بس عشان التهويه؟ احنا قلنا ان في اولا التهويه طبعا سبب من الاسباب، الاضاءه سبب، وزي ما قلنا ان انت طبيعي انت عامل منشاه ضخمه جدا جدا. مش هينفع اجي في جدار بالضخامه دي كلها اعمل شباك زي شباك من بيوتنا احنا النهارده، يعني استحاله. طب والحجر ده كانوا بيجيبوه منين؟ الاحجار دي كان فيها اكتر من مكان. في بعض المنشات كانت بتجيب احجار من منشات قديمه، بيجي على منشاه قديمه بياخد الاحجار بتاعتها وينقلها زي الاعمده اللي اتنقلت. في اماكن ثانيه زي مثلا جبل المقطم، ده كان مكان مهم جدا جدا لنقل الاحجار. بيروح الصانع هناك بيقطع الاحجار وينقلها بعد كده زي ما قلنا على الجمال او الاحجار اللي هي العجالي، على العجل اللي بيجروا الجمال او البقر او غيره. جميل. ولما اتكلمنا على الاضاءه، احنا شفنا بره نموذج الاضاءه، شفنا التنور، شفنا المشكاه، ده نموذج للمشكوات. شايفين الشكل ده؟ فاهمين اقصد ايه بالمشكاه؟ دي كان بيبقى قلبها زي ما قلنا برضه فتيل مغموس في زيت او معلق وبعض الادوات الاضاءه. حاليا في عصرنا الحالي بنستخدمها ونحط فيها مثلا لمبه عاديه جدا، لكن هو نفس النظام بتاع المشكوات. جميل. في هنا حتت كتير مكسره او يعني مش دي بقى بنعمل ترميم للاماكن اللي زي دي. بمعنى ايه؟ الحاجات ديت لا هي بتترمم كل فتره، بس في حاجه عوامل الجو عموما هنا، في حاجه اسمها الرطوبه، في ميه جوفيه مثلا موجوده، فطبيعي بتاثر على بعض الدهانات اللي زي دي، فبتسقط الحاجات دي. دي اسمها طبقات ملاط، اللي هي زي المحاره في عهدنا الحديث. المحاره دي اسمها طبقه ملاط، بيجيب مواد معينه جير ورمل وغيره بيخلطها ويعمل الطبقه دي. كل فتره طبعا لما بتندثر حته او بتقع بنبتدي احنا نعمل ترميم ليها. زي ما قلنا برضه احنا بنعمل ترميم مش بنجددها بالكامل. يعني ما ينفعش النهارده اعملها محاره واعمل لها بقى الدهانات بتاعتنا احنا الحديثه. تمام؟ هو السقف ده هم اللي عاملينه ولا بترمموا؟ السقف الخشبي برضه مترمم، بس بيترمم على النسق القديم، على نفس الشكل القديم بتاعه. احنا قلنا في انواع كتير جدا من الاسقف. شفنا القبه ده نوع من التغطيه اللي هو القباب. في حاجه اسمها الشخشيخه، فقلنا سقف عادي جدا زي بيوتنا وفي وسطها بيطلع جزء من السقف ده عالي وبيستغل المكان ده في شبابيك عاديه جدا. في بعد كده الاسقف الخشبيه لها انواع كتير، قلنا عليها براطيم خشبيه عاديه جدا زي ديت، وقلنا جوه في القبه طبعا اتكلمنا عن حاجه اسمها التماسيح او المربوعات، قصع وحقاق وغيره. دلوقتي احنا في مدرسه المنصور الاول. ايه هي المدرسه؟
المدرسه كالعاده حتى في وقتنا الحالي معروف انها مكان لتعليم الاطفال. تمام؟ من زمان كان في ايه مراحل المدارس وبتوصل للمدرسه ازاي؟ زمان كان التعليم له اهميه خاصه جدا جدا، حتى في عصر المماليك او قبل عصر المماليك. لكن في عصر المماليك اهتموا شويه بحته المنشات المعماريه خاصه المدارس. زي ما قلنا من بدايه من العصر الايوبي بدا ياسس مدارس يدعي فيها لمذاهبه، وبعد كده العصر المملوكي بيكمل. البدايه ما كانش فيها غير علوم بسيطه جدا، بمعنى ايه؟ بدايه المدارس الاسلاميه كانت بتدرس بس القران وبعض الشرائع اللي بتعرف المسلمين يعملوا ايه في دينهم. لكن بعد كده اتطورنا شويه، بدا يعمل ايه؟ يدخل مذاهب فقهيه ثانيه جديده، 4 مذاهب بيدرسوا للناس. طب بعد كده حبيت ادخل علوم ثانيه للناس اثقفهم، دخل علوم بقى حديثه جدا، علوم اللي هي علوم القدامى زي الطب، الفلك، الهندسه، الحساب، علوم اللغات. في بعض المدارس كتير جدا كانت بتعلم اللغات هنا، يمكن شارع مدرسه بروق كان منها تعلم اللغات. المدرسه زمان كان لها نظام اداري شديد جدا، المدرس بيتم اختياره بشكل مهم جدا. لو اتكلمنا اولا عن شكل المدرسه زمان غير شكلها حاليا. مدارسنا حاليا عباره عن مدرسه منشاه عاديه جدا فيها فصول معينه وفيها مكاتب اداريه. جميل؟ هنا مش حاسه ان في فصول او كده كانوا بياخدوا بالظبط، احنا لسه هنتكلم في دي، ان احنا قلنا زمان ما كانش لسه فيه الفصول. لا دي مش فصول، الفصول هي المكان اللي احنا شايفينه ده كله، ده اسمه صحن. المكان المكشوف ده، المكان المكشوف ده كله اسمه صحن. طب اللي حواليه ده ايه؟ دي اسمها ايوانات، ده اسمه ايوان وده اسمه ايوان. يعني ايه؟ ايوان دي مكان مفتوح بكل اتساعه على الصحن اللي احنا قدامه ده. واصله الفكره؟ دي بقى الحجرات دي، كان في حجرات للمدرسين وحجرات ثانيه بيسموها خلاوي الطلبه. يعني ايه خلاوي الطلبه؟ سكن للطلاب، سكن للطالب. المدرسه كانت عباره عن مكان الطالب بيقيم فيها بالكامل. انا عندي سؤال، يعني ليه زمان كانوا بيصلوا كده هنا ودلوقتي ما بقوش يصلوا او يعني ما بقتش مستخدمه؟ يعني ليه المكان ده ما بقاش فيه صلاه؟ المكان دلوقتي اتحول لاثر، كويس؟ مكان للمزارات السياحيه. في عندنا في الشارع هنا مجموعه كبيره جدا جدا من المساجد، فانت مش محتاج النهارده توفر كل المساجد يصلى فيها. يعني مش هينفع اعمل المساجد كلها في كل مسجد واحد يصلي. لا انا بجمع في مساجد مفتوحه كتير جدا في الجامع في الشارع، فخلاص انا مش محتاج المسجد ده فبعمله مزار سياحي. لكن في وقت الانشاء المكان ده استخدم فعلا كمصلى. المدرسه كانت بتستخدم كمصلى، بيسموها هنا المدرسه الجامع كمان. حتى كتصميمها المعماري اسمها مدرسه الجامع، بمعنى ايه؟ هو ايوان، ده اسمه ايوان. شايفين الشكل ده عامل ازاي؟ ده اسمه ايوان، مكان مفتوح على الصحن. جميل؟ طب ده بيختلف في ايه؟ لا ده بقى اتحصل فيه زي ما قلنا ترميم في عصر ثاني. شايفين المكان اللي قدامنا ده؟ ده اسمه صفه، يعني ايوان صغير شويه. ايوان صغير بنسميها الصفه في العماره الاسلاميه. ده كان في نفس الحجم بالظبط. جميل؟ ده كان في نفس الحجم ده. واصله الفكره؟ طب ايه اللي وسعه بالشكل دوت؟ واحد تاني اسمه عبد الرحمن كتخوده. عبد الرحمن كتخوده جه، كانت الصفه دي اللي زي هناك كان فيها برضه للاسف تكسير وتدمير. حب يعمل ايه؟ حب انه يطورها او يرممها. هنا يعتبر بقى جدد شويه، مش بس ترميم، هو حول الصفه دي زي اللي هناك بنفس الصغر ده، حولها لحاجه اسمها برضه رواق. يعني ايه رواق؟ احنا قلنا يعني ايه ايوان؟ مفهوم الايوان؟ يعني ايه ايوان؟ مكان مفتوح بالكامل على الصحن. طب ده بيختلف في ايه بقى؟ المكان ده كله مفتوح على الصحن برضه، بس في قدامه حاجه اسمها بائكه. بائكه عباره عن مكان اعمده وبتحمل عقود. شايفين الصف ده؟ الشكل ده شكل زخرفي ومعماري، بمعنى ايه برضه؟ العقود لازمتها ايه؟ الاحمال نفسها والاحجار حمل كبير جدا على المكان. لما بعمل عقد بيخف الضغط شويه في العماره الاسلاميه، بيخف الضغوط على المنشاه نفسها. جميل؟ فهو عمل الاعمده ديت وعمل بائكه صف من العقود وبيحمل فوقه العقود اللي احنا شايفينها. والعقود كان في منها انواع كتير جدا في العماره الاسلاميه. في حاجه اسمها عقد نصف دائري، عقد حدوي على شكل حدوه الفرس لو تعرفوها طبعا اكيد، وعقد مدبب، في عقد اسمه عقد مفصص بيبقى شكل فصوص صغيره جدا او دوائر صغيره جدا. جميل؟ فدي من عهد عبد الرحمن كتخوده. وزي ما قلنا المدرسه استخدمت كجامع، كان بيصلي في المكان ده اللي احنا شايفينها ايوان، وفي قلبه اروقه اللي هي الاعمده. حاليا ما بيصلاش فيها، حاليا هي مزار سياحي. دي اسمها الفسقيه او الفواره. الفواره لها اكتر من مكان او اكتر من قيمه، بمعنى ايه؟ لما تكون فواره في وسط المنشاه هنا، اولا لها شكل جمالي جدا، ودي موجوده كمان في المستشفى او بقايا المستشفى. لها شكل معماري، ان انا بعمل مكان هنا بيبقى دورها ان انا مثلا لو في مصلى او في جامع، المكان ده بيبقى اسمها الفواره او الميضأه، مكان للوضوء. جميل؟ دي تبقى مليانه بالميه. طب الميه بتيجي منين؟ كان في حاجه اسمها الصهريج، ومكان بيغذي المجموعه دي كلها بالميه بتاعته. صهريج، والميه بتمشي في ايه؟ انابيب مغيبه. بمعنى ايه انابيب مغيبه؟ عباره عن مواسير زي العصر الحديث داخله جوه الجدران او تحت الارض، بتنتقل الميه من خلالها توصل للفوره دي او لمكان مثلا زي لو في الاسبله بتوصل لشبيك تسبيل. اتفضلي. المنبر ده موجود من امتى يعني؟ المنبر دوت مش من عصر الانشاء، كويس؟ اول ما اتعمل زي ما قلنا كانت مدرسه بس ما كانش مصلى. بعد كده اتحولت لمصلى. المنبر ده من عصر واحد اسمه ازبك ططخ. عارفين منطقه اسمها الازبكيه؟ تسمعوا عن سور الازبكيه بتاع الكتب؟ تبقوا تشتروا الكتب وتتثقفوا منها يعني. سور الازبكيه منسوب لواحد اسمه ازبك ططخ.
ده كان في عصر تل المنصور قلاوون، جاب المنبر ده وعمله. لما تحولت المدرسه لاول مكان تقريبا او ثاني مكان في شارع المعز هنا يتحول في المدرسه لمصلى او جامع، اصبحت المدرسه الجامع بتاعت قلاوون. تمام؟ هو ليه هنا مفيش سقف؟ ما احنا قلنا التنسيق او النسق المعماري في فكره في الاسلام او في فكره المدارس الاسلاميه ان في مكان مكشوف اللي هو الصحن بيعتبر مكان للاضاءه، وكمان في المساجد هتلاقي نفس المكان ده، بس ده موجود في المساجد لان كان بيبقى فيه افضليه انك تصلي صلوات الجامعه في الساحات او المكان المكشوف. كمان في تاثير قديم جدا في بعض المعابد القديمه بيبقى المكان دوت كمكان بتصعد منه التعبدات والحاجات اللي هي الروحيه الى السماء. الخطوط بقى اللي هي البني دي. الحاجات الخشبيه اللي في ايوه دي بقى اسمها دبل خشبيه. يعني اسمها ايه بقى الدبل الخشبيه دي؟ بتعمل دورها انها بتربط الجدار ببعضها، بتربط اجزاء ببعضها. يعني مثلا العرض ده كله كبير جدا، فلو بنيته دي حته معماريه، بمعنى ايه؟ لو بنيت كل ده على نسق واحد ممكن بسهوله جدا يقع. فانا بعمل الدبل الخشبيه دي بتربط الجدار ببعضه. كمان دورها انها بتخف الضغط على الجدار، مع الارتفاع الضخم ده كله الخشب فيه مرونه شويه، فبيخف الضغوط على الجدار، فدي حته معماريه مش زخرفيه خالص طبعا. هو عندي بقى سؤال، الشباك الدائري اللي فوق ده ايه؟ الشبابيك دي بتنور الملحقات بتاع المدارس كويس. في اماكن ثانيه بيسميها مثلا القمريه او مكان للاضاءه. في مكان اسمه عين المحراب بتتاخد كشكل توجه لك القبله فين، مكان القبله فين. طب هو وفي منها شكل زخرفي، زخرفي بحت. البيبان دول احنا قلنا البيبان دي بقى كان في هنا اماكن خاصه سكن للمدرسين اللي هم مدرسين المذاهب بيقيموا فيها، وفي اماكن خاصه بخلاوي الطلبه. خلاوي يعني حجره خاصه بطالب او طالبين، كان طالب او اثنين في كل خلوه او حجره مخصصه للسكن. يعني هم كانوا أي. بيسكنوا في المدارس؟ ما احنا قلنا السكن في المدارس بيخرج من المدرسه امتى؟ في الاجازات الخاصه بيه، الاجازه اللي هي الصيفيه شهور في الصيف، دلوقتي والاجازات اللي في شهر رمضان طبعا. مدارس داخليه صح؟ بالظبط زي مدارس الداخليه في ايامنا الحاليه. بيبقى مكان الطالب زي ما قلنا بيقيم فيه علشان بس يتفرغ للدراسه مش اكتر. وجباته زي ما قلنا حاجته بتصرف ليه، بياخد مصاريف شهريه، وبعد كده بيتخصص للدراسه، بينزل يحضر الدرس بتاعه وبينتقل من درس لدرس. لما دخلت زي ما قلنا بعد كده اتطورت ودخلت علوم جديده كتير غير العلوم الفقهيه، دخلت الطب والفلك والهندسه وغيره، بدا يتعلم هنا. اي سؤال في المدرسه؟ اي حاجه تاني؟ تمام. نتنقل ان شاء الله لاخر عنصر معانا، المستشفى او بقايا المستشفى. اقدم مستشفيات في مصر على الاسلام. حاليا احنا في اخر عنصر معانا في المجموعه اللي هي بقايا البيمارستان. احنا قلنا في الاول يعني ايه كلمه بيمارستان؟ دار المريض، كلمه فارسيه معناها دار المريض او المستشفى. المستشفى دي تعتبر من اقدم المستشفيات العالم الاسلامي. كان بيسبقها في مصر فقط مستشفى ثانيه قبلها كانت في عهد احمد ابن طولون. بعد كده اتعملت مستشفى المنصور قلاوون. المستشفى دي كانت مستشفى ضخمه جدا جدا، متبقي منها اجزاء بسيطه. كانت بتتكون من ايه؟ كان فيها اقسام، يعني يعتبر نظام اداري برضه حديث جدا وكويس جدا منظم. بمعنى ايه؟ كان في قسمين، قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالسيدات.
كان في اللي هو العيون. بالظبط، الاقسام نفسها داخل نفسها اللي هو قسم الرجال او السيدات، كل قسم فيه اقسام تانية. العيون او اللي بيسموهم الكحالون، الكحالين هو خاص بمرض العيون، وفي خاص بالبطن او الامراض العاديه، وفي الجراحين. يعني 3 اقسام. العيادات كان في، ما هي كان في حجرات مخصصه، يعني المستشفى عباره عن ايه؟ قلنا اقسام خلاص انتهينا منها. كان كل مريض ايه نظامه؟ بيجي داخل المستشفى من البدايه خالص، خلاص بيخلع الملابس الخاصه بيه، بياخد ملابس خاصه بمريض، ملابس جديده لكل مريض بياخدها. في 2 ممرضين مسؤولين عنه. بيعملوا ايه الممرضين دول؟ بياخدوا المريض بيدخلوه حجرته، بيغيروا الحاجه بتاعته اللي هي ايه؟ المفارش بتاع الاسره والطراريح اللي هي المخدات. من اجمل ما يذكر كمان عن مستشفى العيون ان كان فيها قسم خاص بالمرضى النفسيين او مرض الجنون بعض الاحيان. في بعض الدول الاوروبيه او في بعض الدول المتقدمه جدا جدا في الفتره دي كان بيتم حرق المريض النفسي. بيحرقوه ليه؟ بيحرقوه شايفين ان ده في مس من الجن، ولو سيبناه هيضر بالناس كلها، ممكن يأذي اشخاص ثانيه. ايوه بس حرق دي حاجه تمام، يعني ما هو ملوش حل تاني بيتخلص منه. ده الفكر ان احنا بنتكلم ان هو كان في رجعيه بعض الشيء في بعض الدول المتقدمه، في حين ان في مصر هنا كان وصل تطور كبير جدا في العلم والطب، بدليل ان المريض النفسي كان فعلا بيتم علاجه هنا. ازاي؟ كان بيتم تهيئه الجو نفسيا ليه، بيعالجه بالاسلوب الصحيح، مش بس علاج مادي او غيره. كان في مثلا حاجه زي ما شفنا كده الفورات او النافوره، طبعا فيها ميه شكل جميل جدا، حواليها مزروع اشكال جميل جدا من الخضره والورود، بيخرج بيتنزه فيها فتره، بيعزف له بعض الموسيقى عشان يهدي اعصابه، بيدخل معاه واحد اسمه الحكايين اللي هو الخاص بالحكايات، اللي اسمها يعني. بيحكي له قصص وروايات وبيسمع منه مشاكله وحواراته. بيعالجه وبيبقى وبالفعل كان بيتم علاج المريض النفسي هنا فعلا. اي حد عنده استفسار في المستشفى؟ اي حاجه تاني؟ بعد ما اتكلمنا النهارده عن مجموعه العيون وعرفنا شفنا الشكل المعماري الجميل جدا في القبه، شفنا المدرسه واهتمام بالمدرسين زمان كان شكله ايه، وشفنا المستشفى. في اي اسئله؟ اتمنى ان شاء الله نكون استفدنا جدا في حلقه النهارده من برنامج مصر جميله، وشفنا مكان واثر رائع جدا في شارع معز. نورتونا. مصر جميله. مصر جميله.